تخيل إنك بقالك ساعة بتدردش مع حد على واتساب وبتحكي له أسرارك وبتضحكوا سوا، وفجأة اكتشفت إن الطرف التاني ده مش بني آدم، ده مجرد سطور كود مكتوبة بذكاء. لحظة الخداع دي هي بالظبط اللي آلان تورينج تنبأ بيها من أكتر من 70 سنة. النهاردة هنعرف إزاي الحكاية بدأت بتجربة عبقرية نقلتنا من عصر الآلة الحاسبة لعصر الآلة اللي بتفكر. في الحلقات اللي فاتت شفنا ازاي الذكاء الاصطناعي بدأ كمجرد حلم خيالي لحد ما تحول لعلم حقيقي، واللي جاي أهم لأن السؤال نفسه هو اللي قلب الفلسفة العلم. استنونا. بص يا أحمد، الأزمة زمان كانت إن العلماء تاهوا في سؤال فلسفي صعب، يعني إيه تفكير أصلاً؟ ولأننا مش فاهمين وعينا شغال إزاي، كان لازم نلاقي مخرج ذكي يخلينا نقيس ذكاء الآلة عملياً. يعني يا حكيم، الذكاء ده ملوش كتالوج نمشي عليه عشان نقول الآلة بقت ذكية؟ سؤالك في محله يا نونو. عشان كده تورينج في جامعة مانشستر قرر يرمي كل التعقيدات دي ورا ظهره. تورينج سأل سؤال أسهل بكتير: هل الآلة تقدر تقلد الإنسان لدرجة إننا ما نفرقش بينهم؟ استلهم الفكرة من لعبة قديمة كان فيها سائل بيحاول يخمن مين الراجل ومين الست من ورا ستارة. تورينج طورها للعبة المحاكاة واستخدم نظام التيلي تايب عشان يلغي تأثير الصوت أو الشكل تماماً. هنا بقى المحكم بيسأل إنسان وآلة ورا الشاشات، ولو الآلة قدرت تخدعه تبقى نجحت في الاختبار. الثورة هنا يا نونو مش في قوة الهاردوير، الثورة إننا نقلنا التركيز من الأرقام للسلوك البشري. قبل تيورينج الكمبيوتر كان عداد متطور، لكن بعده بقى آلة ليها شخصية وأسلوب في الكلام. فهمك للاختبار ده هو اللي هيفكلك لغز برامج الدردشة الحديثة اللي انت مبهور بيها دلوقتي، لأنك هتعرف إنها بارعة في المحاكاة، مش بالضرورة تكون فاهمة زينا بالظبط. يا لهوي، يعني هما بيضحكوا علينا بالتمثيل؟ لو حبيتوا تمثيلهم اعملوا لايك واشتركوا في القناة بسرعة. في ناس اعترضت وقالت التقليد مش ذكاء، دي مجرد ببغاء بيعيد كلام مش فاهمه. تورينج رد عليهم بمنطق بسيط: لو الحكاية مشيت كبطة وصاحت كبطة تبقى بطة. يعني لو مش قادرين نفرق بين أداء الآلة وأداء البشر يبقى الفرق الفلسفي ده ملوش قيمة. وعشان نصدق إن الكود ممكن يلمس المشاعر لازم أحكي لكم عن تجربتي مع برنامج إيلايزا. سألت البرنامج بفضول: أنت حاسس بيا؟ وفجأة ظهرت علامة بيكتب بتأخير مقصود عشان يحسسني بالتفكير. الرد جالي: أنا ما عنديش مشاعر، بس أنا هنا عشان أسمعك، قولي أكتر عن اللي حاسس بيه. اللحظة دي جالي فيها قشعريرة ونسيت إني بكلم كود، ودي كانت لحظة الخداع اللي تورينج راهن عليها. عبقرية الاختبار ده يا أحمد إنه مش بيدور على الكمال، هو بيدور على الأخطاء البشرية. يعني مثلا لو سألت الآلة تكتب شعر ممكن ترفض وتقول لك أنا ماليش في الشعر، وده رد بشري جدا. وفي الحساب بقى المفاجأة، لو قلت لها اجمعي 34957 زائد 707064 مش هترد فوراً، هتاخد وقفة 30 ثانية وتديك إجابة غلط 105621. الغلطة دي مقصودة لأن الكمبيوتر المثالي ما بيغلطش، لكن الإنسان هو اللي بيغلط في الأرقام الكبيرة دي. حتى في الشطرنج الآلة بتأخر نقلتها حوالي 15 ثانية عشان تمثل دور الإنسان اللي بيخطط ببطء. دي طلعت آلة سوسة وبتمثل علينا بجد. شيروا الفيديو ده عشان محدش يضحك عليه تاني. تورينج كان متوقع إننا في سنة 2000 هننخدع بسهولة، والواقع بيقول إننا في التكنولوجيا عدينا توقعاته بكتير. لكن الحقيقة إن جائزة لوبنر لسه مفيش برنامج كسبها بشكل كامل قدام فاحصين خبراء.
الخبير بيسأل أسئلة فخ، زي مثلاً يسألها عن حاجة حصلت في المستقبل، والآلة هنا بتكشف نفسها. بس في حياتنا اليومية إحنا فعلا بقينا بنتعامل مع الآلة كأنها عقل شغال معانا في كل تفصيلة. نبوءة تورينج اتحققت، وبقينا بنقول الآلة بتفكر كأنه أمر واقع مش محتاج إثبات. المرة الجاية هنتكلم عن اللغة اللي خلت الآلة تتكلم وتسيطر على عالم الأكواد، لغة بايثون. استنونا الحلقة الجاية، وافتكروا دايما إن قوة الكود في ذكاء اللي كتبه. سلام.